يلا نعمل اجمل طاجن كوارع بالصلصه. شايفين يا جماعه الجمال ده؟ شويه كوارع تحفه جدا. يلا نعرف الطريقه مع بعض. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض طاجن كوارع كده بالصلصه تحفه جدا. طبعا اللي بيحب الكوارع عارف هو طعمه جميل قد ايه. بصوا بقى حبيب قلبي، انا جايبه الكوارع دي طبعا غسلاها كويس جدا، عملتها طبعا محلول نقعي وغسلاها كويس جدا بليمون بقى وسكر وملح وشويه خل كمان ابيض طبعا عشان نطلع اي زفره منها، وسبتها تتنقع شويه واتاكدت ان هي نظيفه جدا ما فيهاش شعر ما فيهاش اي حاجه خالص. خلاص، ودلوقتي بقى ايه، بدلها غلوه علشان خاطر نطلع اي زفاره فيها. زي ما انتوا شايفين كده حطيتها في الميه السخنه، ان ايه تاخد غلوتين كده على النار. زي ما انتوا شايفين كده تطلع اي زفاره وتطلع الرغاوي دي كلها. انا بقى طلعتها وشطفتها على طول تحت الميه الساقعه عادي خالص من الحنفيه. ودلوقتي بقى بعمل ايه، حطيت انا كده هنا ايه ميه سخنه في حله الضغط. طبعا احنا هنسويها في حله الضغط اللي انتوا عارفين، لو حطها في الحله العاديه هتاخد وقت كتير قوي في السوا. فاحلى حل ليها الصراحه الحله اللي هي البريستو، يعني بصراحه جميله جدا. طبعا بقى انا حطيتها في الميه دي، انا كنت مسخنه ميه خلاص من الكاتل عادي، ونزلت بالكوارع اللي انا غسلاها تحت الحنفيه كده، حط عليها ايه شويه بهارات كباب صيني وفلفل اسمر وكمان جوز الطيب وكمان حبهان بودر. خلاص، وحطيت طبعا زي ما انتوا شفتوا من شويه بصلايه وطماطميه وفلفله خضراء. وبحط دلوقتي بقى طبعا الملح، لان طبعا ايه مش هيبقى فيه مجال افتح تاني الغطا بتاع الحله، لان الحله البريس طبعا انتوا عارفين انها بتختلف عن الحله العاديه التانية. طبعا في الحله لو انت هتعمليها في حله عاديه تانية فتحطي الملح وهي 3/4 سوا. خلاص، ولكن طبعا في الحله البريستو لازم تحطي الملح من الاول خالص. تمام. وهسيبها بقى حبايب قلبي ايه لما تستوي تماما. طبعا انتوا عارفين يعني الحله الضغط يا دوبك نص ساعه وبتلاقوا الكوارع بقت خلاص بتنهار. كده بقى سبت هنا بقى ايه الكوارع تستوي طبعا على النار. قلت يلا بقى نعمل لها ايه الصلصه بقى بتاعتها. هنعمل لها بقى شويه صلصه يا جماعه خرافيه، اللي هيدوق الكوارع على ذوقي الصراحه هيقول لي تحفه جدا. بصوا بقى حبايب قلبي، انا معايا هنا بصله كده صغيره انا مقطعاها قطع زي ما انتوا شايفين كده، ومقطعه عليها فلفله خضراء، وبديلهم تشويحه في شويه زيت كده على النار لحد ما الاقيهم ايه يتحولوا يعني البصلايه تاخد اللون الذهبي. خلاص، تدبل بس هي كده شويه مع الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر بيدي نكهه للاكل تحفه جدا. خلاص حبايبي، طريقه سهله وسريعه خالص. يلا بقى كل اللي بيشوف الفيديو حط لايك. ان شاء الله الصراحه الطريقه هتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، البصله هنا بقت لونها ايه ذهبي كده. حطيت برضو شويه بهارات. ليه انا بحط البهارات كده على الزيت مع البصل على طول؟ عايزه البهارات تتشوح شويه، ريحتها تطلع، بتبقى ريحتها خطيره. طيب حطيت بهارات ايه، حطيت شويه صغيرين من الفلفل الاسمر وكمان بشره جوز الطيب وورق لورا وحبهان بودر ومعلقه صغيره كمان من السبع بهارات. بس كده. وانزل بقى عليهم بالصلصه زي ما انتوا شايفين كده، واسيب بقى ايه الصلصه الجميله مع البهارات والبصله دي تتسبك 3/4 سوا. انا مش عايزه الصلصه تتسبك على الاخر، لا، لا لازم تكون ايه فيها صوص شويه. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده ايه انا بحط هنا حبايب قلبي فصين اتنين كده من التوم. الطبق هنا ايه وقع من ايدي كده غصب عني، مفيش مشكله. خلاص، ليه بقى حطينا فصين التوم دولت؟ ليه؟ عشان خاطر يا جماعه التوم الني ده بيدي نكهه رهيبه جدا للصلصه، الحقيقه بتبقى تحفه. خلاص. طيب ليه ما شوحناهوش؟ لسه هتشوفوا دلوقتي، لسه طبعا الصلصه ما خلصتش، لسه هنعمل لها ايه خطوه حلوه جدا. طيب دلوقتي بقى ايه بظبط لها الملح بتاعها. وطبعا احط لها بقى حبايب قلبي معلقه صغيره كده من السكر. طبعا انتوا عارفين السكر بيضيع ايه اي حموضه خالص في الطماطم. خلاص يا جماعه. طيب دلوقتي بقى زي ما قلت لكم ايه هنسيبها تتسبك لحد ما يبقى فيها ايه شويه صوص زي ما انتوا شايفينه ده. كانت هنا خلاص الطماطم اتسبكت. دلوقتي بقى حبايب قلبي هعمل ايه، هجيب بقى الكوارع اللي استوت. بسم الله ما شاء الله عليها، كانت استوت كويس جدا، يعني كانت وصلت خلاص انها دابت. خلاص. انا بحب الكوارع اوصلها للمرحله دي بتبقى دايبه وطعمها احلى بكتير. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده بقى حبيب قلبي بنزلها على الصلصه. ليه بقى؟ عشان نديلها غلوه كده بقى مع الصلصه، تاخد تدي مع الصلصه قبل ما ايه نحطها في الطاجن. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بطلع ايه كل الكوارع اللي انا سلقاها. يعني انصحكم يا جماعه ان انتوا تسووها حلو جدا، لان الكوارع اساسا من النوع اللي بتحب تاخد سوا، فسيبيها براحتها لحد ما تستوي خالص براحتها على النار.
خلاص كده كده خلاص، دي كانت اخر قطعة. طبعا ايه هنزل الخضار اللي عليها من فوق. صراحة يا جماعة الصلصة اللي احنا عاملينها دي تحفة جدا، بتودي طاجن الكوارع في حتة تانية خالص. جربوها ان شاء الله هتحبوها كويس، حلوة قوي يعني. انتوا شايفين هنا كده ايه بقلب بقى الكوارع في الصلصة. طبعا احنا طاجن كوارع بالصلصة، يعني عايزين الكوارع تتشرب من الصلصة كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده بقلب فيها بشربها كويس جدا من الصلصة. خلاص طيب هنعمل ايه بقى تاني دلوقتي؟ هنزودها مع يعني مغرفتين اتنين كده من الشوربة بتاعت الكوارع. ليه بقى عايزاها يا جماعة تاخد برضو من طعم الشوربة؟ طبعا انتوا عارفين شوربة الكوارع تحفة جدا. انا بقى حابة ايه ازودها كده بكذا مغرفة كده من الشوربة، مش كتير يعني، المغرفة اللي معايا دي صغيرة، فانا عملتها بتهيألي بتاع 4 مرات كده. ليه بقى عايزة ازود الصلصة بالشوربة بتاعت الكوارع، بتبقى طعمها فظيع مع الكوارع. خلاص بس هديلها بقى غلوة كده بقى ايه وهي مع الصلصة، بتأكد ان الكوارع اتشربت كويس جدا من الصلصة زي ما انا بقول لكم. وبعد كده بقى ايه هنحطها في الطاجن بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده بقلبها طبعا، يعني حلاوتها فعلا وهي متشربة من الصلصة كويس جدا. يا جماعة جربوا الطريقة دي والله هتعملوها تحفة جدا، هتدعولي فعلا عليها. هنا بقى كانت خلاص ادت لها هنا غلوة، بحطها هنا بقى ايه في قلب الطاجن بتاعنا اللي احنا هندخله الفرن. طبعا احنا هندخله الفرن ربع ساعة كده يغلي برضو. الكوارع تغلي مع بعضها كده في الصلصة والطشة اللي احنا هنعملها لها دلوقتي. يدوبك بس ربع ساعة كده يغلي، ونفتح عليها الشواية. برضو حاجة بسيطة خالص يعني، برضو بتاع ربع ساعة كده لحد ما الوش يبدأ كده ياخد لون بسيط. وبعد كده بقى ايه تاكلوه بألف هنا، بطعمه رهيب. هنا بقى كنت هنا طلعت خلاص الكوارع من الصلصة، وطبعا ده شوية الصلصة دوت طبعا خسارة، لازم بقى نحطهم على الكوارع كده. يا وعدي تحفة جدا. هنا بقى كنت انا حاطة هنا بقى ايه تومة كده في شوية زيت على النار. يعني دول 3 تومات فرماهم بشوية زيت. طبعا ايه هسيبهم ايه ياخدوا اللون الاصفر زي ما انتوا شايفين كده. وبحط هنا ايه نص معلقة صغيرة كده من الكزبرة الناشفة. طبعا بقى نشم ريحة الكزبرة تطلع كده مع التومة، متخليهاش تنحرق، يدوبك بس تطلع ريحتها تطلع. ننزل ايه بمعلقتين كبار كده من الخل. شايفين بقى الغليان اللي في الخل ده مع التوم، بتبقى بقى الريحة هنا فظيعة. ننزل بقى على ايه على الطاجن كده من فوق. ما اقولكوش بقى على الريحة بقى يا جماعة وقتها، وزي ما قلت لكم تدخلوها بقى الفرن في المرحلة دي، هتاكلوا اجمل طاجن كوارع هتشوفيه في حياتك. يلا بقى نحط لايك جميل كده للطاجن الكوارع القمر ده، ان شاء الله جربوه تاكلوه بألف هنا، تحفة جدا. هنا بقى كنت خلاص بقى طلعتها من الفرن، كانت خرافية. متنسوش بقى حبايبي اللايك والاشتراك في القناة. كده الفيديو خلاص يا حلوين، مع السلامة.